السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية، من سيدي بشر، من قدام الحي سيدي بشر. هنشوف مع بعض النهاردة آخر أخبار محطة مترو سيدي بشر إن شاء الله، آخر تطوراتها. هنخش كده من شارع ملك حفني قبلي إن شاء الله، ونعدي كده المزلقان. ده مزلقان سيدي بشر، وده مكان هنا محطة سيدي بشر المترو إن شاء الله. محطة سيدي بشر يا جماعة من المحطات العلوية في مسار المترو، اللي واخدة من محطة مصر لحد الظهرية، من كفر عبده لحد محطة مصر إن شاء الله. هيبقى مسار سطحي من أبو قير لحد الظهرية علوي، ومن كفر عبده لحد محطة مصر سطحي إن شاء الله. إضافة محطتين علويتين جداد، ميامي محمد نجيب، وثلاث محطات سطحية جداد، كفر عبده وسبورتنج وباب شرقي إن شاء الله. يعني إن شاء الله المترو يا جماعة كان بدأ في شهر 1/24، المفروض كان ينتهي على 7/26، بس المحافظ طلع قال إن شاء الله هيبدأ في الربع الأولاني من سنة 27 إن شاء الله. يعني ده موقع محطة سيدي بشر يا شباب، شغالين في المحطة اهوت العلوية، محطة سيدي بشر، محطة العلوية إن شاء الله لمترو اسكندرية إن شاء الله. زي ما شفنا امبارح مع بعضينا، كنت عامل فيديو في المنظرة، تم إزالة سوق المنظرة خالص، وبيتعمل كده دوران أو صينية في المنظرة، والسوق اتشال خالص. ده هنا موقع محطة مترو سيدي بشر إن شاء الله. يعني ده الناحية التانية كده رايحة على محمد نجيب ما بين فاكتوريا وسيدي بشر، الناحية التانية في العصافرة وميامي والمنظرة لحد أبو قير إن شاء الله. نخش كده نتفرج على موقع المحطة ونشوف اللي بيحصل فيه. سمعنا كلنا كان في كلام كتير قايل ان شاء الله المرحله الثانيه من المترو اللي هي من الظهريه لحد 21، هي كده من بعد الظهريه، من بعد ما مزلقان وينجت، يخشوا كده على شيء ارشفه النحاس، ويطلع كوبري كده يرمي على المحموديه لحد القطر بتاع مرسى مطروح، يمشي كده لحد الماكس سطحي، يعني مثلا من الظهريه لحد المحموديه علوي، وبعد كده ينزل على طريق القطر بتاع مرسى مطروح محرم بيه دوت سطحي، بعد كده ياخد من بعد الماكس لحد 21 علوي ان شاء الله، عشان يتقلل التكلفه وما يحصلش اي ازالات في المنطقه، بحيث هم مش عايزين اي ازاله. الازالات طبعا بتحصل فيها تكلفه وفيها تعويضات، فهم مش عايزين يضروا حد او وحد يتزال، المشروع كله ماشي في السليم ان شاء الله. ده المسار العلوي للمترو من سيدي بشر كده لحد ان شاء الله مع ابو قير لحد الظهريه ان شاء الله. يعني الشوارع الجانبيه، شارع القاهره وشارع السيف، والشوارع الجانبيه من سيدي بشر هتحيا بقى جامد بعد المترو ان شاء الله. هنا هتبقى الاسعار عاليه جدا، اول المترو يتعمل الاسعار هتعلى جدا، يعني هي عالت اصلا لسه هتعلى. يعني هنا احنا ماشيين في شارع ملك حفني قبلي، وده موقع محطة سيدي بشر. بيتم كده عمل اساس المحطة ان شاء الله، والسلالم والجسم المحطة. نمشي مع بعض كده في شارع ملك حفني قبلي، ونشوف اللي بيحصل في المنطقة ان شاء الله. موقع محطة سيدي بشر. التكاتك لسه شغالة، كان بيقولوا تغييرات تتشال
وجاب مكان العربيات الصغيره خالص ديت بديل التوك توك، بس ما حصلش حاجه يعني، كله كلام. شفنا من داخل موقع المحطه، من داخل موقع محطه سيدي بشر يا شباب، كده داخل موقع محطه سيدي بشر العلويه ان شاء الله. داخل موقع محطة سيدي بشر العلوية، كاميرات كلها ركبت والعمدان كلها اتعملت، والأسوار حوالين المترو في شارع ايه ملك حفني قبلي ان شاء الله. كده احنا هنا ومشينا تبعنا ميامي والعصافرة والمنظرة والمنتزه كده ايه لحد ابو قير، هيبقى محور جامد كده جاي من ابو قير لحد ايه لحد الظهريه، او لحد ايه شارع وينجت ان شاء الله يعني، يبقى كده ده بقى مسار السطح للمترو. يا رب نعيش ونشوفه بقى ان شاء الله. طبعا شارع زحمه جدا، المترو برضه مقصر، وعمل المترو مقصره على الشارع والناس والحركه. واقول لك على حاجه ثانيه برضه، ما نفذوش لحد النهارده من السكانات. ده برضه ايه هنا لسه احنا في موقع محطه مترو سيدي بشر. الدنيا كانت بتشتي شويه من شويه، بس ايه الجو بقى اتعدل ان شاء الله الحمد لله يعني. المطر ده اللي في الارض يا جماعه اللي نقدم لهم المطر، كانت بتشتي من شويه كده عليا وانا ماشي. بصوا مكان المطر في الارض ازاي، الدنيا مغرقه، المطره مغرقه اسكندريه يا شباب. داخل موقع محطه سيدي بشر يا جماعه، من داخل موقع المحطه. اشكركم، وان شاء الله نتقابل كده فيديو جديد في يوم جديد في محطه جديده من محطات مترو اسكندريه، مترو محطه مصر ابو قير ان شاء الله، المرحله الاولى والمرحله الثانيه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم. يبقى الشير واللايك والاشتراك في القناه. شكرا يا جماعه، السلام عليكم.